المبعوثين السعوديين واللبنانيين والقطريين، وذلك منذ صيف 2012. منذ آب 2012 بدأ الخلاف يدب بين القطريين والسعوديين. الإخوان المسلمون المدعومون من قطر وتركيا أرادوا الإشراف على شبكات وصول السلاح للمتمردين بغية تعزيز سيطرتهم على الأرض. أغضب ذلك السعوديين الذي فرق بين المقاتلين على الأرض، وراح كل طرف يقاتل بعيدا عن الآخر. الإخوان المدعومون من قطر في جهة، والسلفيون الذين تدعمهم السعودية من جهة ثانية. موضوع التسليح، أول شيء أول ما صارت الأزمة وبدأت تتطور كان هناك تنسيق سعودي قطري تام، وأنا أرسلني الشيخ حمد، شفت الملك عبد الله وتكلمت وياه في الموضوع، وحتى بقول أشياء لأول مرة تنقال. فكان الملك عبد الله مستاء وقال إنه بشار ملطخة يده بالدماء وأنا كذا، وأنا بعث لي مال المخابرات ماله هنا يشرح لنا الموضوع وكذا، ولكن أنا مع أن احنا نصف مع الشعب السوري. الملك عبد الله يقول إيه، وإن بعد الربيع العربي أو بعد هاللي صار في العالم العربي ما ممكن إن إحنا ندعم واحد من هالنوع، لأنه هذا بينعكس علينا بشكل غير إيجابي. فإحنا حنقف مع الشعب، وإحنا رأينا معاكم، لكن إحنا نريد نكون أنتوا خلكم في الواجهة، وإحنا الآن نريد نكون مما معناه في السيت الخلفي. احنا السعوديين. إيه، لأسباب بقول لك إياها بعدين يا حمد، حاضر اللي تامر عليه طويل العمر. لكن شوفوا إيش المطلوب وخبرونا. قلت له لازم ننسق مع الأمريكان، الأردن، تركيا، لأنه هاي الدولتين اللي هي وبدأنا نتكلم مع هاي الأطراف، وانشئت غرفتين عمليات، واحدة في الأردن واحدة في تركيا. هو الهدف إنه إدخال سلاح، الهدف دعم المقاومة، وكان في تدفق لاجئين بدأ، وتركيا كانوا يقولون لنا إنه إذا زاد العدد عن شيء معين إحنا بندخل سوريا وبنحتل جزء وبنرجع الناس. فهنا معناته مزقت سوريا أنت، لأن يقول لك أنا ما ممكن أخلي عدد لاجئين يجلس في حدودي أكثر من عدد معين، لأنه موضوع الأكراد موضوع في أيضا لهم حسابات الأتراك. فأنشأت هاي غرف العمليات وكان فيها مندوبين سعودي، قطري، تركي، أردني، في وقت من الأوقات الأمريكان كانوا موجودين، وكان كل شيء يمر من خلال اللجنة هذه اللجنة، سواء هنا أو هنا. أمنية طبعا، أمنية.